السلام عليكم، كي راكم خياتي؟ نتمنى تكونوا كامل غايه وبصحه وبالف عافيه ان شاء الله يا ربي. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم هذا المادلين، يعني ساهل بطريقه سهله، في 10 دقائق توجديه. هنا كنت حطيت 2 حبات تاع بيض في ريسيبيون تاعي كيما هكا. حطيت معاهم تاني كاس تاع سكر ناقص اندوا، ونحركوهم مليح بالفوي. هنا الباتور سما ما كان له ديري به بالفوي تكفي. نخلطوهم مليح حتى نشوفوا الخليط تاعنا هذاك بدا يبيض والسكر بدا يذوب. نزيدو نضيفو عليها تاني كاس تاع الحليب. كنت درت كاس ناقص اندوا، ونحركو. ما نضيفوهش على ضربه، نديرو على الدفعات ونحركوه مليح. وهنايا كنت ضفت تاني نص كاس تاع زيت، نديروه بالتدريج كيما هكا، ونحركو مليح الخليط تاعنا حتى يذوبوا معنا كامل المكونات ويتجانسوا. نزيدو معاهم تاني مغرف صغيره تاع لافاني ولا قشور تاع الليم الا كانوا متواجدين عندك، ونحركو. وهنايا كنت ضفت عليهم تاني كاس تاع فرينه مغربل مع 2 تاع لاليفور هكا، وزدت معاهم تاني الكاس الثاني، وزدت معاهم تاني نص كاس وحد اخر هكا. الفرينه تاعي ديت منها 2 كيسان ونص تاع فرينه كيما هكا. يعني ما نشفوش العجينه تاعنا بزاف هكا، نخلوها شويه جاريه باش المادلين تاعنا يجينا خفيف. وهنا تاني كنت درت عليه حفنه تاع الزبيب، وحركت كامل المقادير وخليتها الخليط تاعي يرتاح شويه بيد ما نحط لي كيسات في البلا تاعي كيما هكا. وكنت شعلت تاني الكوشات سخون، شعلت لها من تحت وعمرت لي كيسات تاوعي بهذه الطريقه. يعني ما نعمروهمش بزاف، نخلو شويه نديروه في النص هكا باش كي يخمروا معنا ما يفيدوش كيما هكا. نعمرو كامل الكيسات تاوعي بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله وليه توجديهم لولادك، يعني كي يجوا من المسيد ولا الصباح ولا يسقعوا بهم. وهنايا هذه هي المادلين تاعي كيفاش خرج معنا، يعني جا خفيف ريشه، جا ما شاء الله. ما تنسوش تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات. شكرا.